الرباط. تاريخ التأسيس وأصل التسمية والسكان الأصليون. تعد مدينة الرباط واحدة من أعرق وأجمل المدن المغربية، وعاصمة المملكة السياسية والإدارية، ومركزا يجمع بين الأصالة والتاريخ والعمارة الحديثة والهوية الوطنية المتجذرة. فهي مدينة تنبض بالماضي وتعانق المستقبل بثقة وثبات، وتجسد روح المغرب المتنوع بثقافاته وحضاراته المتلاحقة. تاريخ التأسيس. يعود تأسيس مدينة الرباط إلى القرن 12 الميلادي، وتحديدا إلى سنة 1058 حينما أمر الخليفة الموحد عبد المؤمن بن علي ببناء رباط عظيم على الضفة اليسرى من نهر أبي رقراق مقابل مدينة سلا العريقة. كان الهدف من هذا الرباط آنذاك إقامة حصن عسكري محصن لتجميع المجاهدين ومحاربي الإسلام استعدادا لحملات الجهاد في الأندلس. ومن هنا اكتسبت المدينة اسمها الأول، رباط الفتح، أي الرباط الذي ينطلق منه لفتح الأندلس. وقد بنيت المدينة بأسوار متينة وأبراج دفاعية ضخمة ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم، مثل قصبة الأوداية التي تعد من أجمل المعالم التاريخية في المغرب، وتمثل القلب النابض للرباط القديمة. بعد وفاة عبد المؤمن واصل خلفاؤه الاهتمام بالمدينة، وخاصة يعقوب المنصور الموحد الذي جعل منها عاصمة مؤقتة لدولته، وشيد فيها معالم معمارية ضخمة مثل صومعة حسان الشهيرة التي تعد اليوم رمزا خالدا للرباط ودليلا على عظمتها التاريخية. في العهد الموحدي يعيش الرباط في العصور اللاحقة. عرفت الرباط فترات متباينة من الازدهار والخمول، فبعد انهيار دولة الموحدين دخلت المدينة مرحلة من الهدوء والتراجع، خاصة بعدما نقلت العاصمة إلى فاس ثم مراكش. لكن أهم منعطف في تاريخ الرباط جاء في القرن 17 بعد سقوط الأندلس سنة 1490، حيث لجأ إليها عدد كبير من الموريسكيين، وهم المسلمون المطرودون من إسبانيا. هؤلاء جلبوا معهم مهارات ومعارف متقدمة في الزراعة والصناعة والفنون والعمارة، مما أعاد للمدينة حيويتها الاقتصادية والثقافية. وفي القرن 18 أصبحت الرباط مركزا تجاريا مهما على الساحل الأطلسي، واشتهرت ببناء السفن وصناعة الجلد والنسيج، كما كانت قاعدة بحرية للمجاهدين الذين حاربوا الاحتلال الأوروبي. ثم جاء العصر الحديث، فدخلت الرباط مرحلة جديدة مع الاحتلال الفرنسي سنة 1912، حيث اختارها المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي عاصمة إدارية للمغرب بدلا من فاس، نظرا لموقعها الجغرافي القريب من البحر ولطابعها الهادئ والمفتوح على العالم. ومنذ ذلك الحين ظلت الرباط العاصمة الرسمية للمملكة المغربية ومقر القصر الملكي ومؤسسات الدولة الكبرى. عن أصل التسمية، يرجع اسم الرباط إلى الكلمة العربية رباط، وهي من الفعل ربط، أي أقام في الثغر لحماية حدود الإسلام. وكان الرباط في الأصل مكانا يتحصن فيه المجاهدون ويقيمون فيه استعدادا للجهاد في سبيل الله. ومن هنا جاءت تسمية المدينة برباط الفتح، أي الرباط الذي يعد قاعدة للفتوحات الإسلامية، خصوصا تلك التي كانت تتجه نحو الأندلس. وفي بعض المصادر القديمة سميت المدينة أيضا رباط سلة، نظرا لقربها من مدينة سلا التاريخية، حتى إن نهر أبي رقراق كان يعتبر الحد الفاصل بين المدينتين التوأم. بمرور الزمن أصبح الاسم المختصر الرباط هو الاسم الرسمي والدائم للمدينة، الذي ارتبط في الوجدان المغربي بالعاصمة السياسية للمملكة ومقر الحكم والسيادة. السكان الأصليون للرباط، لا يمكن القول إن للرباط سكانا أصليين من عرق واحد محدد، فهذه المدينة نشأت وتطورت بفعل تداخل حضارات وثقافات وقبائل متعددة. ففي البداية كانت المنطقة المحيطة بالرباط مأهولة بقبائل أمازيغية من صنهاجة ومصمودة، وهي القبائل التي كانت تسيطر على أغلب مناطق الغرب المغربي قبل وصول العرب. ومع مجيء الفتح الإسلامي في القرن 7 الميلادي استقرت في المنطقة قبائل عربية من بني هلال وبني معقل وغيرها، فامتزجت بالعناصر الأمازيغية
لتشكل نسيجا سكانيا متنوعا. وفي القرون الوسطى استقبلت الرباط موجات من الأندلسيين الذين فروا من إسبانيا بعد سقوط غرناطة، واستقر كثير منهم في سلة والرباط. هؤلاء تركوا بصمتهم الواضحة في اللهجة المحلية وفي الطراز المعماري وحتى في فنون الطبخ والموسيقى الأندلسية. كما استقر في المدينة أيضا يهود مغاربة منذ العصور القديمة، وكان لهم دور بارز في التجارة والحرف اليدوية. ومع مرور الزمن انصهرت كل هذه المكونات في هوية واحدة تميز الرباط اليوم، هوية مغربية متنوعة تجمع بين الأمازيغي والعربي والأندلسي واليهودي في تناغم حضاري فريد. أن الرباط اليوم عاصمة الحداثة والتاريخ. تعد الرباط اليوم من أجمل عواصم العالم العربي والإفريقي، وقد اختيرت سنة 2012 ضمن التراث العالمي لليونسكو نظرا لغناها المعماري وتاريخها الثقافي. فالمدينة تجمع بين الأصالة والحداثة، فبينما تطل من جهة على قصبة الأودية وصومعة حسان، والمدينة العتيقة تمتد من الجهة الأخرى أحياء حديثة مثل أكدال والسويسي والرياض، حيث مقرات الوزارات والسفارات والجامعات. أما نهر أبي رقراق الذي يفصلها عن سلة فقد تحول إلى واجهة حضرية متطورة بمشاريع ضخمة مثل مارينا الرباط، ما جعل المدينة نموذجا للتوازن بين التاريخ والتنمية المعاصرة. خاتمة: إن مدينة الرباط ليست مجرد عاصمة سياسية فحسب، بل هي رمز لهوية المغرب المتعددة ومرآة تعكس تاريخه الطويل الممتد من العصور الإسلامية المجيدة إلى الحاضر المشرق. فهي مدينة الفتوح والعلم والسياسة، وملتقى البحر بالنهر والماضي بالحاضر والروح الوطنية بالعراقة التاريخية. ومن يتجول في أزقتها وأسوارها يشعر وكأنه يعيش صفحات من التاريخ تروى على لسان الحجر والماء والهواء، لتبقى الرباط دائما مدينة الفتح والخلود. إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الاشتراك في القناة، وشكرا. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرجة ممتعة للجميع. سلام. ما عندوش تأثير أو يعني ولا مضاعفات جانبية ما كاينش. كيف ما قلت هذا الفاكسان راه ماشي عادي بأن بدا في المغرب، راه كاين بلدان اللي مشاو يقضيو على السرطان النخاعي بالتلقيح، يعني بالتلقيح والتلقيح ذائي كتشمو بالفعل. دونك التلقيح عنده أمراض جانبية بسيطة اللي كتجي في البنيتات اللي دات مرة فاكسان، بحال الاحترار، السخانة، شوية السخانة، هذا في 3 أيام مورا التلقيح الأولى. أما من بعد يعني لو غير لأن يعني لو غير ديال العالم راه ما كانت حتى شي أعراض جانبية وفعال.